شفت اللي حصل في سويس النهارده؟ ما شفتش؟ تعال. إصابة 4 في حادث تصادم سيارة نص نقل وسيارة تلات أرباع نقل بطريق السخنة. نداء عاجل إلى محافظ السويس بخصوص السور اللي وقع في جبلية الفار. زي ما حضرتك شايف السور بتاع الترعة ده كان واقع وكان فيه عمود نور فيه كهرباء. الموضوع ده كان من شهر ولحد دلوقتي لسه زي ما هو. خلينا نقول قولا واحدا إن السويس بتتجمل بسبب 24 أكتوبر العيد القومي للسويس. كل رؤساء الأحياء شغالين على قدم وساق، لكن احنا نتمنى إن كل ده يحصل دايما بعد عيد السويس القومي كمان. النهارده زي ما انتم شايفين في حي فيصل استقبال عيد السويس القومي تنفيذا لتعليمات السيد العميد محمد خيري، جانب ما تم من اليوم تنفيذ اعمال الطلاق ودهان الارصفه امام جامعه السويس بالسلام. وكمان النهارده تم عمل كهرباء بالحي زي ما انتم شايفين، عمل صيانه بمنطقه 24 اكتوبر وحي يثرب والامل وامام الجامعه الاهليه وامام الحي كمان، وتم تامين الاعمده والكابلات. وكمان النهارده في حي الجناين اعمال النظافه ورفع مخلفات بسوق الخواطره بجبليه الفار شرق وغرب والهيشه. على فكره في الهيشه في مشاكل كتير وناس كتير كانت بعتالي ان كان في هناك مجاري وفي كمان راتش مبهدل الدنيا. في كمان ورا جمعيه ابنود عشش كتير جدا، ناس كتير كانت بتشتكي منها. واستكمالا لاخبار حي الجناين، بكره النور هيتقطع في حي الجناين من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 1 ظهر. الاماكن اللي هتتاثر بقطع الكهرباء: الفار البر الغربي، الخرس بجوار الفتوح، بنزينة كوتكات، محطة صرف الجبليات، منطقة الشروق، منطقة السيد هاشم بجوار جمعية أبنود. زي ما قلنا حي ال40 النهارده قام بتكثيف الجهود وعمل حملات نظافة وأعمال كنس وتجريد ودهان الأرصفة، وذلك بشارع الجيش وميدان ال40 إلى جانب رفع المخلفات والقمامة بنطاقي شرق وغرب الحي. شغل من نار في حي ال40 زي ما انتم شايفين الصوره موجوده قدام حضراتكم. جميع شوارع ال40 النهارده كانت بتتكنس، طبعا استكمال لحملات النظافه. رئاسه حي السويس النهارده كانت برضو شغاله على حملات النظافه اليوميه في الشارع، وزي ما انتم شايفين رفع المخلفات والرش والقمامه باماكن متفرقه بنطاق حي السويس. الطفل اللي قدام حضراتكم ده توفاه الله، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب. الطفل كريم كان طالع من المدرسه هو واحد صاحبه، خرجوا لعبوا في المدرسه اللي جنب البيت، طلعوا على المدرسه والمدرسه دي اصلا واقفه علشان فيها انشاءات، طلعوا على السقاله في الدور الرابع وهو وقع من الدور الرابع. بقاء لله، ربنا يرحمه ويصبر اهله. خلوا بالكم من ولادكم. المنظر اللي قدامكم ده متاخد من الجروب الرسمي للاتحاد شغالين مدينه احمد زويل. طبعا زي ما انتم شايفين مجاري بالهبل وكلاب ضاله بالهبل. البلاغ ده كان من احدى السكان اللي هناك لاستاذ احمد كلبش اللي مسؤول عن المدينه، وتم اتخاذ اللازم وتم الاتصال بالاستاذ عربي الزهيري بحي عتاقه، او ان شاء الله يكون تم اللازم. الخبر ده نازل على صفحه حي عتاقه الرسميه زي ما انتم شايفين، والخبر ده مهم لناس كتير. حملة نظافة مكبرة لرفع وتسوية التراكمات وتمهيد وإزالة الحشائش بطريق مصر إيران وطريق الصفا وطريق ووجهة الكبنون. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الطريق ده عليه إشغالات كتير، وطبعا هم شغالين إن شاء الله الشارع ده يتعمل ويبقى حاجة جميلة جدا ويبقى عظمة.